يا نهار اسكت مش ساكت انا واللي يحصل يحصل. دوري ابطال اوروبا مجنون فعلا. مباراه بنفيكا وموناكو، مباراه كانت مجنونه فعلا. بنفيكا تصعد على حساب موناكو، كانت مباراه مجنونه حسمتها بنفيكا بالنهايه. البايرن ميونخ يصعد بشق الانفس. البايرن ميونخ بذاته وباصالته الالماني بيصعد بشق الانفس. لولا الوقت البدل اضافي لكان هيدخل في حسبة بيرما شوطين اضافيين ضربات جزاء، ولكن بالنهايه البايرن بيصعد لدور ال 16 دوري ابطال اوروبا بشق الانفس. في مباراه من العيار الثقيل، في النهارده مباراه من العيار الثقيل. عمر مرموش امام امبابي وفينيسيوس. الله اعلم هيكون رد فعل امبابي وفينيسيوس ايه على مرموش بعد ما شاف الثلاثيه العظيمه امام نيوكاسل في الدوري الانجليزي. انشيلوتي طبعا عاوز يصعد عشان يبين ان هو جامد. جوارديولا عاوز يبين ان هو خلاص جاب عمر مرموش المصري وخلاص محدش قده. النهارده هتكون مباراه من العيار الثقيل، ولكن اللي هيفوز فيها هل هيكون خلاص ضمن بنسبه 100%؟ لا، ده في عقد قدامه، ده لسه هيصعد لدور ال 16. هو كده في التمهيد اللي هيصعده لدور ال 16. بعد كده قدامه الباير ليفركوزن، او كنا بنقول اتلانتا. خلاص اتلانتا كده بالسلامه. دورهم بعيد المدى بعد كده في دوري ابطال اوروبا، اذا كان السيتي، واتمنى السيتي طبعا عشان خاطر عمر مرموش، او ريال مدريد. ولكن دورهم طويل على دور ال 16 ثم دور الثمانيه. السيمي فاينال اكيد هيقابل برشلونه، فدورهم كبير جدا وبعيد المدى، لان البطولة السنة دي قوية جدا جدا جدا. دوري أبطال أوروبا أول مرة تتعمل بالطريقة دي، ولكن شفنا فيها مفاجآت كبيرة جدا جدا جدا. السيتي والريال ينزلوا عشان خاطر يصعدوا من الأدوار التمهيدية بالعافية بشق الأنفس. البايرن ميونخ بيصعد لدور 16 بشق الأنفس. أتلانتا الإيطالي اللي كنا بنقول عليه فريق جامد يخرج. فالبطولة دي مجنونة، والأجن موناكو وبنفيكا اللي بيصعد فيها بنفيكا على حساب موناكو. كانت مباراة قوية جدا جدا جدا. النهاردة هنشوف عمر مرموش أساسي مع السيتي. عمر مرموش هيلعب أساسي مع السيتي، و3-2 على أرضهم. مش قصة على فكرة، مش كبيرة يعني، مش كبيرة. وارد جدا ان السيتي تلضغ 2-1 او 2-0. المهم يكون في دور لعمر مرموش يجيب هدف او 2. دون بالنسبة لي الاهم، وان شاء الله عمر مرموش قدها وقدود، وهيعمل مباراة قوية جدا جدا امام ريال مدريد. لان طبعا زي ما بنقول ريال مدريد مش في افضل حالاته، السيتي مش في افضل حالاته. ولكن لما تشوف عمر مرموش دخل مع الفريق كانه بيلعب معاهم من سنين كده، الفريق تحسه يخوف حاليا مانشستر سيتي. لما تشوف انشيلوتي تحسه مرعوب من المباراه دي اكتر من جوارديولا، لان جوارديولا بيلعب مرتاح خارج ارضه. اي نعم عامل الجمهور هيكون قوي على مانشستر سيتي، ولكن بالنهاية أنشيلوتي هو اللي خايف من رد فعل الجماهير لو السيتي عملتها وفازت على ريال مدريد وصعدت لدور ال 16 على حساب ريال مدريد. دي هتبقى كارثة في تاريخ انشيلوتي، امبابي، فينيسيوس، كل الناس دي اللي احنا بنتكلم عليها في ريال مدريد. في المقابل السيتي فيه مهاجم عظيم اسمه هالاند. لو بس ركز شوية مع عمر مرموش هيرميله كتير، وهو مرموش هيستقبل منه كتير، وهنشوفهم بيجروا على مرمى ريال مدريد. ومفيش
المباراة هتكون مفتوحة، هتكون مجنونة أكثر من موناكو وبنفيكا، لأن مباراة موناكو وبنفيكا أنا شايفها أجن مباراة في البطولة كلها. بس النهاردة هنشوف مباريات من العيار الثقيل، بداية من يوفنتوس، بداية من الأقوى هي طبعا اللي قلنا عليها مانشستر سيتي وريال مدريد. فهنا حيكون مربط الفرس، مرموش تكون أو لا تكون، ريال مدريد أنشيلوتي تكون أو لا تكون، جوارديولا بعظمته هيغلب أنشيلوتي على أرضه، وهي أرض جوارديولا، لأن جوارديولا أسباني الجنسية. فهنا الكفة متعادلة، لأن جوارديولا له شعبيته في أسبانيا. أما أنشيلوتي لو عملها بتهيألي مش هيكمل مع ريال مدريد. بس أنا بتمنى إن عمر مرموش يكون له دور واللعيبه تسند عليه، ما يكونش فيه رد فعل على مرموش مش كويس من اللعيبه. يعني لو مرموش واقف صح سلموا الكوره، لو مرموش اخترق صح سلموا الكوره، ما تلعبش باذهان مرموش، لان مرموش لاعب تقيل وتقيل فعلا. عشان كده بقول لك لما تلعب مع مرموش تديله الكوره وانت مطمن. جوارديولا يا فرحتك بمرموش ويا سما بعد الثلاثيه اللي عملها مع نيوكاسل في الدوري الانجليزي، ثلاثيه عظيمه، هاتريك، واول اهداف مرموش يعمل هاتريك في الدوري الانجليزي، دي حاجه عظمه على عظمه. جوارديولا كان هو المبسوط، هو السعيد، هو الفرحان، اختيار كان موفق لعمر مرموش 100%. والنهارده ان شاء الله فرحه جوارديولا هتكمل لو عملها وفاز على الريال مدريد او المارينجي.